بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده عن محضر السرقه. محضر السرقه معروف عنه ان انت ما ينفعش تتنازل، بس تعرف ان انت ممكن تتنازل عادي. تعالوا نشوف ازاي. السرقه نوعين. اول نوع سرقه بدون عنف، ودي بنسميها جنحه. يعني مثلا حد سرق الموبايل من شنطتك وانت مش حاسه، حد دخل شقتك وسرقها وانت مش موجود. في الحالة دي ممكن تتنازل في النيابة. طب ازاي؟ بتكتب تنازل رسمي، والمحضر ممكن يتقفل بناء على رغبتك انت. طيب النوع التاني وهو ايه؟ النوع التاني وهو سرقة بالإكراه أو فيها عنف، اللي هي أصلا بتتسمى جناية. زي مثلا حد سرقك تحت تهديد السلاح، أو حد ضربك علشان ياخد منك حاجة. في الحالة دي ما ينفعش تتنازل، لأن دي جناية والدولة بتعتبرها جريمة ضد المجتمع، حتى لو أنت قلت مسامح. فملخص سريع كده، نوع السرقة اللي ينفع تتنازل فيها اللي هي السرقة العادية اللي هي جنحة، دي ممكن تتنازل فيها. طيب السرقة بعنف أو الإكراه اللي هي بتتسمى جناية، ما ينفعش تتنازل فيها، لأن قلنا دي جريمة ضد المجتمع.